قال علاء وحيد الإعلامي المتميز والمتحدث الرسمي السابق باسم النادي الإسماعيلي إن هناك حزن كبير بسبب هبوط النادي الإسماعيلي، لا سيما أن هذا النادي يمثل عمود أساسي من أعمدة الدوري الممتاز، مستدركا عندما تم إلغاء الهبوط الموسم الماضي ظل النادي الإسماعيلي أيضا في مشكلة، بنتعاير بالهبوط لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. في عندنا مشكلة، يعني لو احنا مسددين مديونياتنا ونهبط، انا اقول لك اننا هنطلع في موسم واحد بإذن الله. لو ده هيحصل ان الناس هتقف مع النادي، هنشجع الفريق مهما حصل. احنا مش بنشجع نادي بيفوز ببطولات او نادي كرة قدم عادي، احنا بنشجع بلد، دي بلدنا اسماعيلية الغالية علينا. وطالب علاء وحيد اتحاد الكرة بضرورة صياغة آلية لعدم هبوط الأندية الجماهيرية إلى جانب حل مشكلات المديونيات، وقال لازم نحل مديونيات النادي فورا قبل بداية الموسم، سواء كنا في الدوري الممتاز ولا في دوري المحترفين، علشان لما نحل مشكلات النادي الإسماعيلي يجي مجلس قوي جدا يمسك اللعيبة الصح، ونجيب لعيبة تليق بالنادي الإسماعيلي. تفكير اللي بيدور جوه مجلس الإدارة الحالي إن ممكن نعمل عقود مع اللاعبين سن 17 سنة و18 سنة، ومن المفترض لو هنهبط نسدد مديونات النادي الإسماعيلي الأول ونبني فريق قوي جدا، ونبقى عندنا ثقة إنه إن شاء الله موسم ويرجع كأننا واخدين راحة، استراحة محارب يعني. وأضاف علاء وحيد إن النادي الإسماعيلي يمثل تارجت إعلاني كبير، مقترحا بعض الحلول للخروج من الأزمة. لما نعمل دوري من مجموعتين 24 فريق، المكاسب هتزيد أكتر للشركات المعلنة، يعني دي لغة الخطاب لما بنتكلم بيها معاهم لمصلحة الدوري الإسماعيلي يفضل موجود.